أعضاء من مجلس إدارة الأهلي يرفضون قرار الخطيب باستمرار كولر مع الأهلي حتى مباراة سان داونز. لتفاصيل الخبر أرجو الاشتراك في القناة. النادي الأهلي هناك عدد من أعضاء مجلس الإدارة متمسك بإقالة كولر، ولكن أكد النادي الأهلي على أن هناك انقسام حاليا في الإدارة بشأن رحيل كولر أو بقائه. العدد الأكبر عاوزين كولر يمشي، ولكن محمود الخطيب هو اللي متمسك باستمرار كولر. فبالتالي موقف محمود الخطيب الحالي هو استمرار كولر حتى مباراتي صن داونز، وبعد كده يشوف ايه اللي هيتم مع كولر او هو هيعمل معاه ايه. ولكن هناك عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة شايفين إن القرار ده خاطئ، ويخلي النادي الأهلي هيدفع الثمن في بطولة أفريقيا. فبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي منقسم لجزئين: جزء بيرشح إن كولر لازم يكون في إقالة ليه، والجزء التاني مع محمود الخطيب، وده الجزء القليل إنهم يكونوا مع استمرار كولر لتدريب النادي الأهلي.